شاهد رعب الإعلام السنغالي وساحل العاج بعد تعادل مصر والجزائر ويسخرون من المغرب. لن تصدق ماذا قالوا، ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت جزائري اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد تعادل منتخب مصر والجزائر في المباراة التي أقيمت في مدينة العين الإماراتية، وعلق نجم منتخب كوت ديفوار السابق دروجبا وأدلى بتصريحات إلى صحيفة أبيجان سبورت وقال: هذه ليست مباراة ودية بل نهائي إفريقيا مبكر، وكنا نلعب مع المغرب يوم السبت وضيعنا فرص كثيرة على مرمى المغرب ولم نستغلها، وهذا المنتخب وصل بالصدفة إلى المربع الذهبي في كأس العالم. وأعجبتني الروح الرياضية بين منتخب مصر والجزائر. وقال يالا توريه نجم منتخب كوت ديفوار السابق أن مصر والجزائر هم أقوى المنتخبات الإفريقية حاليا، وأنا أعلم جيدا أن مصر والجزائر لديهم خبرة إفريقية طويلة، فأنا أتوقع أن كلا الفريقين سيفوز بالبطولة. وصرح ساديو ماني نجم منتخب السنغال إلى موقع سعودي سبورت وقال: الجزائر كعبها عالي على السنغال، فهي فازت علينا منذ أيام، ونحن فزنا على مصر في نهائي إفريقيا وأخرجناها من كأس العالم، فبطولة إفريقيا في كوت ديفوار يفصلنا عنها شهرين، وأنا أتوقع أن المغرب ستخرجها مصر من البطولة مثل ما فعلتها في الكاميرون، وأنا خائف من مواجهة الجزائر. وصرح اليو-سي-سي إلى موقع أفريكا سبورت الجنوب إفريقي وقال: جمال بالماضي ومدرب منتخب مصر أدوا مباراة كبيرة كانت على الأعصاب، وأنا شاهدت لأول مرة تلاحم الجماهير الجزائرية والمصرية في المدرجات وروح الحب والود بين الفريقين، فالجزائر ستكون الحصان الأسود في بطولة إفريقيا في كوت ديفوار. وفي النهاية لو أنت متضامن مع قطاع غزة اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.